السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخصوص واحد السؤال ديال واحد الأخت جزائرية بشأن هاد الرشمة هادي. بالنسبة لهاد الرشمة هادي كما تلاحظوا هي تتشوف واش غادي تجيها مزيانة على التوب ديالها وعلى الفصلة ديالها. أول حاجة تنحددو التوب ديالنا شحال عندنا فيه ديال المسافة. مثلا عندنا التوب مثلا هادي ملي تيصيب لك السيد واحد الرشمة ولا تتهزي واحد الرشمة من شي موقع، خاصك تموضي فيها. اول حاجه تديري ولا تدير هو انك تتعرف لي ديمونسيون ديال هاد الرشمه هادي. اول حاجه حنا هاد الطرف الثاني ما عندنا ما نديرو به. هاد الطرف هذا خصنا نزولو واحد الطرف باش نخدمو غير على واحد الطرف واحد، باش هكا تيمكن لينا نتحكمو في الاطراف بجوج في الموقع اللي بغينا حنا نخدمو عليهم. يمكن مثلا نزول واحد الطرف وحتى اللوجيسيل تيكون خفيف، ما تيكونش عنده رشمه كبيره باش يخدم. اذا نمسح مثلا نحيد واحد الطرف افاسي، فوالا. اذا لاحظوا معايا راه كانت الرشمه تقريبا فيها 200 الف غرزه، دابا وصلت 129 الف، وبالتالي راه حتى اللوجيسيل غادي يخفف ملي غادي نبداو نموديفيو في هاد الرشمه هادي. لان الا خلينا بجوج الرشمات بجوج تيصعب علينا مثلا نموديفي هاد الجانب يكون مناسب مع الجانب الاخر، وبالتالي تيكون عندنا واحد الاختلاف. اذا من الاحسن نزول واحد الطرف ونخدم غير على واحد الطرف واحد باش يكون عندي اي موديفيكاسيون درت غادي يكون في نفس المقابل ديالو من بعد ملي يسالي هذا الطرف البيك في الطرف في الماكينه وتنحول للجهه الاخرى. اذا المرحله الاولى كما قلت لكم نزولوا هذاك الطرف واحد الطرف نخلو غير الطرف المماثل ديالو. المرحله الثانيه تنعرف لي ديمونسيون ديال هذه الرشمه هذه. كيفاش غادي نعرف لي ديمونسيون ديال هاد الرشمه؟ تنسيليكسيوني على الرشمه ومن بعد تنجيب الكليك على هاد لي بوطون، هاد لي كاري نوار، هاد المربعات السوداء. اذا من بعد ملي نعرف لي ديمونسيون من بعد ما نكليكي على هاد، ماشي نكليكي وانما تنجيب غير لا كليك على هاد البوطون هادي. هنايا راه تيعطيني اوتوماتيكمون لي ميزور ديال الرشمه. مثلا هاد الاطار هذا شوفوا لي زيكس راه فيه 46 تقريبا سنتيمتر، وفي الايغريك فيه 86. اذا راه يعني اش يعني هاد العرض هذا، لاحظوا معايا هاد العرض من هاد البوطون هادي لهادي فيه 40. هاد الدوره هادي راه فيها 40، وهاد الارتفاع هذا اللي هو إيكغيك راه فيه 86. اي بطونه جبنا لي كليك حداها راه غادي يعطينا لي ميزور او العبارات ديال هاد الطرف ولا هاد الرشمه هادي. من بعد ملي تنعبر انا التوب ونحدد لي ديمونسيون ديالي ولا العبارات ديالي تنجي نموديفي هاد الجزء هذا. مثلا انا عندي في التوب غير 70 مثلا 70 سنتيم، وهاد الرشمه هذه مصايبه على 80. اذا خصني نقص 10 سنتيم. هذا بالنسبه للطول. كذلك العرض، مثلا العرض عندي مثلا انا 36 ولا 40 وعندي هنا كذا 40 46. اذا خصني نحيد هاد 6 سنتيم. اشنو غادي ندير؟ عندي جوج الحالات غادي نحيد هاد العبار هذا. اما غادي نجي الحاله السهله هي غادي نجي وغادي نكليكي على هاد البوطون هادي. لاحظوا معايا مثلا انا عندي 70 عندي 86 بغيت 70، غادي نكليكي على هاد البوطون هادي وغادي نبدا ننزل بها لتحت. لاحظوا معايا بغيت انا 70 مثلا، هيا لاحظوا معايا 72، نزيد واحد شويه غتولي عندي 70. فوالا فوالا اونكليكي انطلق. دابا انا صغرت هاد الرشمه هادي بالطريقه السهله. الا جيت عاوتاني باش نحدد لي ديمونسيون غادي نلقى 70.
هاد الاشكال اللي في هاد النقطه هادي انه هاد الاجزاء هادو راه تيصغروا، ما بقاش يكون فيهم لي ديمونسيون بالضبط. مثلا تقدر هادي تقلال تولي فيها ميليم، وبالتالي غادي تكون عندنا الرشمه ما عندها حتى شي معنى. باش غادي نعبرها غادي نجي لهنايا وغادي نكليكي على هادي ونكليكي في نكليكي في الجانب، ونكليكي في الجانب الاخر، وغادي نشوف شحال في هاد لي ديمونسيون ديال هاد الجزء. اذا فيه تقريبا واحد نص سنتيمتر، 4.64 ملم، هي تقريبا نص سنتيم. راه مزيان، نص سنتيم راه مزيان. اذا في هاد الحاله يمكن نخلي الرشمه ديالي مضغوطه بهذا الشكل هكا. لكن انا الا بغيت نحافظ على هاد الاجزاء او هاد العرض هذا ديال هاد الجزء هذا، راه ما يمكنش ليا ندير هاد الطريقه. خاصني نيفاسي بعض الاجزاء من هاد الرشمه ونعاود تاني نربطهم، نلاقي هادوك الاجزاء مع الاخرين باش يعطيو نفس الرونق ونفس الجماليه ديال الرشمه. اذا هذه هي الملاحظه الاولانيه. نعاود نذكركم بانه اما نضغط بالطريقه المباشره، غادي نصغر كما غادي نسيليكسيوني الطرف كامل اللي انا بغيت نخدم عليه ونكليكي. بغيت هذا الاشكال اللي فيه هو هذا اللي كما قلت لكم بانه هاد الاجزاء ديال الرشمه تيصغروا. مثلا اللي فيها مثلا سنتيم تقدر تولي فيها سنتيم، نص سنتيم. اللي فيها نص غادي تولي فيها ربع سنتيم. اذا وهنا تتغير الملامح او الاجزاء او النظره الخارجيه للرشمه. بالنسبه لهادو اللي فيهم الغصونه راه ما تيكونش عندهم مشكل في الضغط، لكن ملي تيكونوا عندنا شي ورقات ويكونوا عندنا اغصان وكذا وهما تيتاثروا، لانه خص واحد لي ديمونسيون مضبوطه تكون في الورقه ديال الشجره او ديال الورده، وبالتالي تتغير النظره ديالها. بالنسبه هادو هما المراحل السهله باش نموضي في واحد الرشمه تكون كيما بغات تكون على حساب لي ديمونسيون اللي عندي انا في الثوب اللي انا محتاج ليهم. بالنسبه الا بغيت نحيد بعض الاجزاء راه تنقرا مزيان الرشمه، تنقرا الرشمه الاجزاء ديالها بالضبط باش تنشوف اشنو خصني نحيد واحد الجزء اللي ما ياثرش ليا على الجماليه ديال الرشمه، وبالتالي تتحافظ على الديكور ديالها. اذا هادو هما الطرق باش نموديفي وباش نغير هاد الرشمه اللي يمكن صيفط ليا واحد لا صايبها ليا واحد وبغيت نبدلها على واحد الثوب اخر. هادو هما الطرق السهله باش نعدل هاد الرشمه هادي وتنخدم على واحد الجزء واحد، واما نضغط الرشمه من الطريقه السهله كما قلت لكم نسيليكسيوني عليها كامله ونضغطها. راه بالنسبه للطول والعرض كذلك بحال يقدر نسيليكسيوني هذا ونسيليكسيوني الجهه الاخرى. كاينه واحد النقطه اخرى بالنسبه لتحديد الثمن ديال الرشمه. راه بالنسبه للثمن ديال الرشمه كيفاش تيتحدد، راه كاينه طريقه خاصه كما قلت لكم، راه مرتبط بعدد الغرز اللي في الرشمه والوقت اللي غادي تشد لينا الماكينه. اذا راه اكثر كل ما تزادوا عدد الغرز ديال الرشمه تيتزاد لو بري ديال ثمن الرشمه، وكذلك كلما قل كلما قل ثمن او عدد الغرز راه تينخفض الثمن. وحنا راه باش ما نقصنا عدد الغرز سواء كان ثمن رخيص او غالي راه مزيان، لانه تنحافظوا على الكليان وما تيكونش طالع عليه لو بري، وحنا تتكون مسلك انه الماكينه ما تتشدش لك مثلا توب واحد المده طويله. مثلا بحال هاد الرشمه هادي راه غادي تشد لك الماكينه مده طويله، خاصه الا كانت الرشمه ما مفينياش مزيان وتيتقطع الخيط، وهذا راه غادي تشد لك الوقت ورشمه كبيره. كذلك كاينه مرحله اخرى، مثلا الا انت مثلا عندك الكادر غير ديال 50 على 80 والرشمه عندك فيها 86، راه خاصها تقطع على جوج الاجزاء باش كل جزء يدوز بوحدو. اذا كاين مجموعه ديال المراحل على حسب نوع الماكينه. اذا الى حين ملاحظه ديالكم، الى اللقاء.